الخطيب بعد ما اختار قائمته الجديدة وجه الشكر لمحمد شوقي، مهند مجدي، وسراج الدين ومي عاطف على عطائهم وإسهاماتهم في مجلس الإدارة في الدورة اللي فاتت. الخطيب ما جابش سيرة حسام غالي وتعامل معاه بمبدأ كأنك مفيش. من ساعتها والبرامج كلها بدون استثناء، وخصوصا البرامج الزملكاوية وما أكثرها، بتتكلم إن الخطيب ما شكرش حسام غالي. وفين مبادئ النادي الأهلي؟ ما هو انت يا كحيان منك ليه يا معدومي المبادئ مش هتبتزوا الأهلي بمبادئه. مش معنى ان ناديكوا المخطط معدوم المبادئ انك تلقح على الأهلي وتحاسبه على مبادئه. الموضوع وصل ان ميدو وهو بيخبط في مجلس إدارة الزمالك بسبب شيكابالا رمى القصة كلها على اللجان الإلكترونية للأهلي وللزمالك، وإن لهاليبو بيعمل مع شيكابالا زي الخطيب ما عمل مع حسام غالي. فكرة إنك تحط الخطيب مع لهاليبو ده في سلة واحدة ده عند أمه يا أدهم. ثانيا، شيكابالا هاجم المدرب وقال لازم يمشي، إنما حسام غالي غلط في الخطيب وأهانه وأهان مجلس الإدارة بالكامل. اللي شتموا حسام غالي مش لجان، ده جمهور وأعضاء نادي بالكامل. كل الأهلوية اللي عارفين وحافظين مبادئ الأهلي وبيدافعوا عنها، والدليل إنه حسام غالي عارف ولم يجرؤ يترشح على منصب العضوية مستقل. وأنا بقول لك إن حسام غالي عمره ما هيشم ريحة أي حاجة في الأهلي من تاني، لا وقت الخطيب ولا بعد الخطيب. العرر اللي بيسألوا عن مبادئ الأهلي فهي موجودة والكل شافها في شكر الخطيب للأربعة اللي خرجوا من مجلس الإدارة وتمنيات الأربعة لزملائهم الجداد بالتوفيق. احنا ما عندناش ناس بتمسك في هدوم بعض، ما عندناش ناس بتضرب بعض على بوابة النادي. انتوا بس عشان السواد اللي نزل على عينيكوا ومالي قلوبكوا مش شايفين. انما مبادئ الأهلي عمرها ما هتوجه الشكر لواحد خرج عن المبادئ وأهان رئيس النادي اللي جابه وأهان مجلس الإدارة. عمرها ما هتشكر واحد بقاله سنتين مش موجود أصلا. عمرها ما هتشكر واحد جه عمل شوية مشاكل وخرج من الباب الضيق غير مأسوف عليه. بدل ما انتوا تعبين روحكوا قوي كده بالأهلي ومبادئه، روحوا شوفوا أحمد سليمان اللي اتعمل عليكم بينا من لباليبو وبوكارد حسن وخرجوه من المكتب التنفيذي. شوفوا مجلس إدارة ناديكو العظيم اللي مش قادر يقيل مدرب فاشل لأنه لا يملك قراره بعد ما أجروا النادي لسمسار بيتحكم فيهم وفيكو. ملقوش في الورد عيب، قالوا يحمر الخدين. ناس ما عندهاش دم.